السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم بسكوت سهل جدا 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 وهتنفذوه يعني بأقل التكاليف علشان خاطر الفطور الصبح للولاد او العشاء بالليل مع كوبايه شاي بلبن. مكوناته بسيطه جدا هتشوفوها معايا دلوقتي. كوبايه الا ربع سكر عادي، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه لبن. وكوبايه اللبن دي هحط فيها معلقه من خميره النشادر. كوبايه لبن تكون دافيه شويه هحط فيها معلقه من خميره النشادر اهي بتاعت البسكوت. ومعايا كمان معلقتين نشا، ومعايا معلقه ينسون هحطها فيه هتبقى حلوه جدا. ومعايا كمان معلقه كبيره بيكنج باودر وشويه فانيليا. نقول المقادير تاني. هنجيب كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه لبن دافيه هحط فيها معلقه من خميره النشادر اللي هي بتاعه البسكوت، وهجيب معلقه ينسون عشان احطها على الدقيق، ومعلقتين نشا، ومعلقه بيكنج باودر، وهجيب سمسم علشان هنزينه بيه، ومعايا نص كيلو دقيق. نص كيلو الدقيق ده هحط عليه ذره ملح، واشوف ممكن احتاج شويه ازيد، ممكن احتاج شويه اقل، حسب ما هنشوف العجينه هتاخد معانا ايه. ونلم العجينه مع بعض وبعدين نشوف هنكونها ونعملها ازاي. ودي الطريقة بتاعت الفرد. بفردها على أي صينية أو ظهري أي صينية كده، وبعد ما نفرد على أي ظهري أي صينية كده هوت بفردها. بستخدم الكوباية دي كده في الفرد كده، ممكن كده اهو كده. وبعدين ببتدي أقطعها كده وحدات بقى كده عشان تبقى متساوية قد بعضها. ولو حاجة اتقطعت بلحمها اهي. بس أنا عشان ماسكة الموبايل بنفس الإيد، بإيد والكاميرا بإيد اهو. نعمل كده تطلع بقى قد بعضها. شفتوا ازاي؟ وبعدين امسك الواحده منهم، اطلع الواحده منهم. بصوا ازاي اطلع اي واحده كده مثلا، ولتكن دي مثلا، واروح ماسكاها على السمسم، اروح حطها كده على السمسم ومبططها خفيف كده على السمسم، واروح منفضاها كده. وعلى الصاج اللي انا حاطه فيه ورقه زبده اروح عامله كده، او مش من ورقه زبده مش مشكله، بس عشان الصاج قديم بتاعي حط عليه ورقه زبده. لكن لو عندك صواني حلوه مش قديمه قوي كده تعملي في الصواني على طول اهي. واروح منزلاها في السمسم شويه، واروح حاطه طعمها من جوه فيها ينسون ومن بره فيها السمسم. بصوا بتتشال بمنتهى السهوله ازاي. شايفين انا ماسكه بالموبايل بايد وبشيل بالايد التانية. شايفين؟ نحطها كده بصوا في السمسم كده اهي، واروح جايه على الصاج حاطه برضو كده. وبصي تقوم تتشيل بسرعه بقى، يعني ما تاخديش وقت. ليه؟ لان فردتها على ظهر الصينيه حته كبيره، وبعد كده قطعتها بالكوبايه وفردتها برضو بالكوبايه زي ما وريتكم كده. بصوا زي ما وريتكم كده، مسكت دي كده كده الكوبايه كده، عملتها كده 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 عليها فردتها، وبعدين بقيت اشيل كده. بصوا شلتهم وانا ماسكه بايد واحده، وانا ماسكه بايد واحده كده، واروح حطها في السمسم كده، واروح جايباها على الصاج كده. ولو عايزه تبططيها شويه تفرديها شويه براحتك خالص. بصوا نقلتهم ما شاء الله كلهم وانا بايد واحده. وهكمل معاكم وبعد كده اوريكم هنعمل ايه تاني. ايه رايكم؟ ودي الكميه بقى كلها اللي اتعملت من النص كيلو دقيق. شفتوا بقى؟ حاجات بسيطه جدا عملنا منهم احلى بسكوت، وجميل جدا ومقرمش وموفر جدا وطعمه جميل جدا. يعني لو عملتوه مرة صدقوني مش هتبطلوا تعملوه. يا رب يعجبكم ان شاء الله، وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم والى اللقاء. في الشتاء